الغدا بتاعنا النهارده سمك وكزبرية ورز صيادية بطريقة جنان وجميلة جدا، والطعم والريحة هتعجبكم خالص. طبعا حبايبي اللي بيشوفوا القناة أول مرة ياريت تشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس تفعلوا يعني عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، واللايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب، وكمان الكومنت الحلو منكم لو عايزين أي حاجة أعملها لكم قولولي وانا فورا انفذها لكم. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض السمك البلطي الجميل. شايفين سمك بلدي جايباه لسه كان بيتنطط كده عند الراجل، يعني كان في المية ولسه صاحي، وطبعا عملهولي وفتحهولي. طبعا النظافة بتاع بره مش بعتمد عليها، لازم انضفه واعمله اغسله كويس. شايفين اللحمة بتاعته بيضة كده وجميلة وبياض ناصع. وطبعا ده سمك بلدي مش مزارع. طبعا غسلت السمك كويس جدا، وتعملوه بشوية كده دقيق ذرة وشوية عصير ليمون وتدعكوه شوية، وبعد كده تعملوه على طول. طبعا تعرفي السمك الصابح من البايت. شايفين العين السمكة تحس ان هي بارزة كده وسودة وبتلمع، ده السمك الصابح. لكن لما تلاقي العين مبططة شوية كده ولونها رمادي ده بيبقى بايت وبيبقى طعمه ماسخ. لكن شايفين اللحمة بسم الله ما شاء الله ماسكة نفسها لما صابح. وطبعا طعمه جميل. ويا جماعة بنوه برضو لازم نشيل الخياشيم اللي هنا عشان بيبقى فيه تحتيها حاجات مهما غسلتيها برضو بتبقى موجود فيها حاجات كده مش كويسة. طبعا مجهزة توم مفروم. عندي التوم ده هتقولوا ايه الاخضر ده قرن فلفل فرمته مع التوم. طبعا الفلفل جميل جدا ان هو يشيل اي زفارة وبيدي طعم حلو جدا. عندي التوابل بتاعتي، طبعا التوم انا حاطه فيه ملح. عندي التوابل بتاعتي الكمون. كمون هنا روح السمك هو الكمون والثوم، الاتنين دول ما يستغنوش عن السمك ما يستغناش عنهم. وعندي كزبرة ناشفة، وعندي شوية من التوابل اللي انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو، راجعوا حلقة التوابل. طبعا هجيب معلقة وابدأ ان انا ادخل كده التوابل في بعض مع الثوم وكده. طبعا اخلي التومة تاخد تشرب كده التوابل. وطبعا انا بتبل قبل ما اعمل الاكل بحوالي ساعتين، يعني انا بتبل السمك واحطه في التلاجة لغاية ما اجي من الشغل طبعا، وابتدي ان انا اقلي على طول. اذا كنت اعمل معاه كزبرية اعمل معاه رز. ادي السمكة تبقى مشروحة بالشكل ده، وهبدأ ان انا احط هذه التتبيلة بتاعتي. شايفين طبعا بقى بشرب السمكة كلها التتبيلة بالشكل ده. شايفين طبعا التومة دي ممكن تكون كتيرة، بس انا هستخدم منها للرز، لخلطة الرز اللي هنعملها، الرز الصيادية الجميل. ادي كده بالشكل ده، وهقفل السمكة كده اهو. اجيب واحدة تانية اركن دي على جنب، اجيب السمكة التانية وابدأ ان انا اتبلها كويس جدا بالشكل ده. الريحة ما اقولكوش، ريحة الثوم مع الفلفل مع التوابل بتاعتي والكمون ريحة لا تقاوم، يعني بجد بجد جميلة جدا. نجيب كده واتبل. طبعا اهم حاجة في السمك غسيله، ان هو ما يديش اي زفارة. الغسيل بتاعه ده يعني 3/4 او معنى اصح 95% من طعم السمك بيعتمد على الغسيل بتاع السمك، ان هو يبقى كويس وحلو كده اهو بالشكل ده. بالشكل كده اخر سمكية دي تقريبا. طبعا الكمية اللي هتعمليها السمك طبعا لما تجيبيه طازة طازة بيبقى كده جميل وفيه غني بالكالسيوم.
بالشكل ده كده. بقى انا هسيب السمك كده واشيل جزء التوم الفاضل، اشيله على جنب في التلاجة برضو لغاية ما اجي اعمل الرز. طبعا عشان تعملي الرز ويبقى طعمه حلو لازم يبقى فيه طعم السمك. بجيب الزيت الآلية بتاع السمك واشتغل بيه الرز والكزبرية بتاعتنا. هسيبكم دلوقتي وارجع لكم لما اخلص لما اجي اقلي. ادي حبايبي بعد ما السمك اتبل معايا، طبعا انا جهزت الدقيق اهو، حطيت له شوية ملح، ولو عايزة تحطيه معلقة نشا حطي، هيبقى جميل جدا وطعمه هيبقى تحفة وكريسبي. هنا طبعا ابتديت ان انا هاخد السمكة، هبتدي بقى طبعا ما نهدرش في الدقيق، يعني ما نحطش كتير عشان ما يفوتش ويترمي خسارة. يبقى هنعمل ايه، هنستخدم الدقيق كده على القد، لو فاض منه برضو هنحطه في التلاجة في كيس ونستخدمه للمرة اللي بعد كده. هاجي بقى اكبس كده عشان التوم بتاعي ما يطلعش بالشكل ده اهو كده اهو، عشان ما يطلعش. وحاطه طبعا الزيت يسخن على البوتاجاز بالشكل ده كده اهو، شايفين. بعد كده هنفضه من الدقيق، ويلا بينا بقى الحركة الجميلة اللي بتخلي السمك بتاعي ما يشربش زيت اولا ويبقى كريسبي. ان احنا نعمل ايه، نحطه في مية. انا جايبه شوية مية كده في طبق وهبدأ انزل السمكة فيه. ابدأ انزل السمكة كده يدوب تعمل كده في المية بسيط، وهبدأ احطها بسم الله، احطها في الزيت بتاعي لغاية ما تاخد لون ونطلعها ونكمل باقي القليل. ادي حبايبي السمكة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم خدت لون، وهبدأ بقى ان انا اقلبها عشان تتحمر من الناحية التانية. طبعا هعمل بالشكل ده باقي السمك بتاعي ونجهز مع بعض للرز معايا الصيادية والكزبرية الجميلة اللي هنعملها مع بعض. هذا حبايبي السمكة بتاعتي طلعت، شايفين شكلها تحفة وجميلة. طبعا انا خليتها في الصينية عشان اذا كان في بقايا زيت تصفى ونعمل مع بعض الرز الصيادية. طبعا انا بقلي باقي السمك وهاخد من الزيت اللي بقلي بيه اعمل بيه رز الصيادية والكزبرية بتاعتي. هذا حبايبي طبعا الفيديو فصل، حطيت الزيت اللي انا بقلي بيه السمك على البصل وابتديت ان انا احمر فيه عشان اعمل الكزبرية والرز بتاع الصيادية كده تمام خالص. هنزل عليه عصير الطماطم بتاعي، احط التوابل بتاعتي ملح وكمون والبهارات اللي انا عاملاها مع بعض. هذا حبايبي التسبيكه بتاعتي، وحطيت طبعا جزء من التسبيكه على الكزبره اللي انا قطعتها، الكزبره الخضراء مش عارفه يعني التليفون مهنج شويه بتتسبك كويس. هحط بقى الميه على التسبيكه بتاعتي واجيب الرز المغسول كويس واعمل ايه واحطه كده، وبعد كده هدخله الفرن لغايه ما يستوي. وادي السمك بتاعنا جميل اهو، قربنا نخلص القلي بتاعه، هنشوفكم مع بعض لما يستوي. ادي حبايبي الغدا بتاعنا النهارده السمك ادي المقلي، ودي طبعا حطيت سمكه كده في الرز، وادي الرز بتاعنا مفلفل وجميل، شايفين جميل جدا وطعمه وريحته تحفه. ومعايا طبعا جرجير، وادي الكزبريه الجميله بتاعتنا بس ما حطيتش فيها سمك بصراحه المره دي. يعني هتعجبكم جدا جدا، وطريقته سهله وجميله، واحسن ما تجيبوه من بره بمبلغ وقدره، وكمان انتوا ما تعرفوش الزيت اتقلى فيه كام مره، ده قليه وخلاص. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم في الله، مع السلامه.